اهلا بيكم. يلا بينا نبدأ في البارت رقم 3 في شابتر 1. وهنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي التستنج برنسبلز. السوفت وير تيستنج بيديك شوية برنسبلز أساسية. هي عبارة عن جايد لاينز الناس بتتبعها يعني من مدة طويلة جدا. وهنا هو عطيك نماذج من الجايد لاينز او من البرنسبلز ديت مكونين من 7 نماذج او من 7 عناصر اساسية. تعال نتعرف على اول عنصر فيهم اللي هو بيتكلم بيقول لك ايه. بيقول لك ان التستنج shows the presence not the absence of defects. خليني نقرا اللي هو كاتبه الاول وبعد كده ابسط لك انا الموضوع ده خالص. بيقول لك التستنج can show the defects are present in the test object. يعني التستنج بيوري لك الديفكتس الموجوده في التست اوبجكتس او العنصر اللي احنا بنعمل له تيستنج. بس ما يقدرش يثبت can't prove that there are no defects. ما يقدرش يقول لك ان العنصر ده ما فيهوش ديفكتات خالص. ازاي؟ هقول لك ازاي كمان شويه. الايتم ده او البرنسبل ده من سنه 1970. تمام. وبيقول لك كمان ان التستنج بيريديوس the probability of defect remaining unresolved in the test ايه object. يعني التستنج بيقلل احتمالية ان انا يفضل عندي ديفكتات مش مكتشفة. تمام. في العنصر اللي انا بعمل له تيست، يعني هو بيقلل الاحتمالية لكن مش بيمنعها. انا لازال عندي احتمالية ان في ديفكتات غير مكتشفة. but even if no defects are found، لو احنا ما لقيناش ديفكتات بقى testing can't prove to test object correctness. التستنج ما يقدرش يقول لك ان التست اوبجكت ده صحيح 100% وخالي من الاخطاء. بص بقى سيبك من اللوغاريتمات اللي اتقالت دي كلها. خلاصة الكلام اللي فوق ده العنصر ده بيقول لك ان التستنج لو انا بعمل تيست ولقيت ديفكت فانا هقول لك في ديفكت. بس لو انا بعمل تيست وما لقيتش ديفكتات ده ما يخلينيش او ما يدينيش الحق ان انا اقول ان التست اوبجكت اللي انا شغال عليه خالي من الديفكتات. طب بسطها لنا يا ابو حميد. بص يا سيدي، لو انت معاك كيس شيبسي، خلينا بقى بص ابسط شيء في الدنيا. كيس شيبسي عمال تاكل فيه كده وايه وتمام التمام اهو كيس شيبسي بقى استحمله الرسم بتاعي. وانا اكلت من كيس الشيبسي ده مثلا 10 حبايات. حلو كده. فطلع من ال10 حبات دولت واحدة بايظة. حلو. وبعدين جيت قفلت كيس الشيبسي، طبقته على بعضه وجيت ايه ركنه على جنب. طيب انا لقيت في ال10 حبايات دول واحدة بس بايظة وقفلت الكيس وحطيته على جنب. هل ده معناه ان انا كل الحبايات اللي بايظة داخل الكيس انا طلعتها؟ طبعا لا. هل ده معناه ان انا ممكن اقول يا جماعة كيس الشيبسي الجزء اللي فاضل ده كله سليم ما فيهوش ولا حباية شيبسي تاني بايظة؟ تمام. ولا بطاطساية شيبسي تاني بايظة؟ طبعا definitely لا. مش معنى ان انا لقيت واحدة بايظة يبقى انا طلعت كل البايظين، ومش معنى ان انا لقيت واحدة بايظة يبقى الباقي كله سليم. لا. انا اقدر اقول ان والله يا جماعة انا لقيت واحدة بايظة بس الجزء الباقي ده انا ما اعرفش عنه حاجة لان انا ما خلصتوش كله او ما عملتلوش تيست كله او ما جربتهوش كله. ده الخلاصة. ان التستنج بيقول لما يلاقي الديفكتات في ديفكتات الفلانية موجودة بس ما يقدرش يقول ان السوفت وير خالي من الديفكتات. اتمنى تكون بسطتها باقرب صورة ممكنة. نخش على البرنسبل التاني. بيقول لك الاكسهوستيف تيستنج از امبوسيبل. في ربط ما بين ده وده بس خلينا نقرا اللي هو كاتبه وبسط لك ده هو كمان وبعدين اقول لك ايه الربط. بيقول لك testing everything is not visible. تمام. يعني حاجه مش منطقيه except in viral cases in trivial in trivial cases. الا في الحالات التافهه، يعني حاجه بسيطه او حاجه تافهه او حاجه ما هيش معقده اقدر اعمل لها exhaustive testing هتستعمل كل جوانبها. لكن في الحالات في العموم في الان جنرال الحالات الكومبلكس الاكسهوستيف تيستنج ان انا اتست كل شيء طبعا impossible. تمام. المبدأ برضو ده من سنة 1978، اكبر مننا كلنا في السن. تمام. بيقول لك علشان بقى احجم موضوع الاكسهوستيف تيستنج ده ان هو انا استحاله اتست كل حاجه وهثبت لك ان فعلا استحاله تست كل حاجه. عشان احجم الموضوع ده بقى هستعين بشويه حاجات. ايه هي؟ هستعين بشويه حاجات زي التست تكنيكس. تمام. زي لو احنا في ان شاء الله في الشبات اللي جايه في عندنا في شابتر 4 حاجه اسمها البلاك تيستنج تكنيك.
جوه البلاك تيستنج ده في حاجه اسمها الباوندري فاليو وحاجه اسمها الايكوفالنت بارتيشننج كده. فالباوندري فاليو دي بتخليني اتست عند قيم محدده، والايكوفالنت بارتيشننج بتخليني اقسم التست لحاجات محدده. فالكلام ده لما تعرفه، انا كده حجمت التست بتاعي بعناصر معينه او باتريبيوتس معينه، بتخليني اقول والله عند الحتت اللي انا تستتها اللي هي المطلوبه كلها الدنيا تمام. تمام. زي برضو ان انا استعين بالتكنيك زي ما قلت لك، زي ان انا اعمل بريوريتيزيشن، اشوف ايه الاهم فالمهم، تمام، او المهم فالاهم اللي في التست كيسز وتستو. تمام. استعين بحاجه زي حاجه اسمها الريسك بيز تيستنج، اشوف اكتر الحاجه الاكثر خطوره فالاقل فالاقل. تمام. قال لك التكنيكس والحاجات دي المفروض نستخدمها عشان نفوكس التست اوفرت التست ايفورت بتاعنا. حلو كده. طيب، بسط لنا يا عم الحاج الاوكسوفت تيستنج از امبوسيبل، اوضحها لنا اكتر. بص يا سيدي، لو احنا عندنا تو ايتمز، حلو، الايتم الاول يوزر نيم والايتم الثاني باسورد، حلو كده، وقلنا ان اليوزر نيم ده بياخد مثلا 5 حروف، حلو، وقلنا ان الباسورد ده بياخد 4 ارقام، ماشي. فبالمنطق كده اليوزر نيم هياخد 5 حروف، فكل حرف من دول ليه احتمال ان هو يكون واحد، ماشي، من ال26 حرف بتوع الابجديه الانجليزيه، صح كده؟ احنا عندنا كده كل واحد يحتمل ان هو يكون واحد من 26 حرف بتوع ايه الابجديه الانجليزيه. فعشان احسب هنا عدد الحروف المحتمله لكل الحالات اللي هنا، هقدر اقول بالشكل كده اللي هو 26 حرف اس 5، او بالبلدي 26 في 26 في 26 في 26 في 26. هضرب ال 26 في نفسها 5 مرات. طب تعالى نجرب كده ونضرب 26 في نفسها 5 مرات. لو قلنا مثلا كالكوليتر، تمام، وقلنا مثلا ادي 5 معلش 26 اس 5، يطلع لي كام؟ 11 مليون 881 و376 احتمال تيست. يا راجل ده انت لو عملت تيست لكل احتمال من الاحتمالات دول تيست واحد بس، لو التيست ده بياخد ثانية واحدة بس، شوف هتاخد كام ثانية. يعني لو قسمنا الكلام ده على 60، تمام، اقسم اللي طالع ده كمان كده حولناه لدقايق على 60 تاني، كده حولناه لساعات، اقسمه على 24 كده حولناه لأيام، اقسمه على 365 كده حولناه لسنين، محتاج حوالي 376 سنة تقريبا. يعني مش عارف رقم مظبوط ولا ليه، بس محتاج تخيل سنين قد ايه، فرقم ضخم. تمام. نفس الفكره هنا، لو انا عندي الباسورد بتاخد 4 ايام، بتاخد 4 حروف برضو، فانا 4 سوري ارقام، فانا عندي الارقام المتاحه من كام؟ من 0 ل9. تمام كده، من 0 ل9، فدول عباره عن كام؟ عباره عن 10. عندك الصفر معدود من ضمن العدد وعندي 9 ارقام، يبقى كله 10. تمام. يبقى 10 اس 4 يعني 10 في 10 في 10 في 10، تقريبا تديك زي 10000 او كده. تمام. لو جينا حسبنا الكالكوليتر اهوت هتديك تقريبا 10000. يعني قلنا ده 10 اس 4، 10000 مظبوط، هتدينا 10000. تمام. ف 10000 تيست كيس. ودي في ايه؟ في سيناريو اهبل عباره عن يوزر نيم وباسورد، هنا هنحط 5 حروف وهنا هنحط 4 ارقام. تمام. فتخيل بقى لو انت عندك سيناريو او سيناريوهات اعقد من كده واكبر من كده، فالاكسهوستيف تيستنج از امبوسيبل. فعلا 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 استحاله اتست كل حاجه. اولا الاكسهوستيف تيستنج محتاج بادجت ضخم عشان هتست الناس، محتاج ناس كتير تتست، ومحتاج وقت ضخم. حلو. وبعد ده كله ممكن انا شغال على سوفت وير، ممكن الكود نفسه يتغير. تمام. فارجع ابدا تاني من الاول. اذا اكسسيف تيستنج از امبوسيبل. مش طولت عليكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله في بقيه البرنسبلز.